السلام عليكم. حياك الله. سنة يعطيكم العافية. وعندنا رجاء وطلب من المشايخ لو سمحوا، اليوم في حالة في المجتمع اختلاط صار بين النساء والرجال، يعني بعض الرجال يجلس ويدعو شخص إلى بيته وتجلس زوجته إلى جنب هذا الضيف، أو يذهبون إلى المطعم ويعزم صديقه ويأكل مع زوجته. فنرجو موعظة صغيرة بها أجر وثواب إن شاء الله من مشايخنا لهؤلاء. تومش. الله يسلم. جزاك الله خير. أنا باقي معاكم أستمع لو سمحت. جزاك الله خير. أحب أستمع الموعظة. طيب خلي. تفضل يا شيخ طارق. ده ايه النهي فيه مدافع؟ لا يعني هو مو هو وزوجته، زوجته وصديقه ياكلون في اناء واحد وهذا يتفرج عليهم. لا هو اقول لك على حاجه اولا احنا انا او المهاجر او اي حد من اهل السنه، احنا عندنا في البيوت لما بيجي ضيف عندنا ما بنقعد، النساء ما بيظهروش اصلا، صوتهم ما بيتسمعش. لكن انت لو تتكلم على ناس كيوت شويه، ان كان مثلا في مصر او في اي مكان تاني، فاهمني؟ فدولت المسألة بالنسبة لهم مش مسألة نصيحة، المسألة مسألة دين، يعني دولت عندهم الدين يعني محتاج ان هو ايه يزيد شوية، فاهمني؟ نعم. فدولت اللي جعلهم يعملوا كده الجهل بمسألة الدين، وانت واحد زي ده مهما تنصحه، نعم، مهما تنصحه مش هتبان عنده المسألة. لكن نعم شيخ طارق، كل ما الراجل بيزداد طاعة لله بيزداد طيب خير. شيخ طارق عفوا، بس يا ريت هذه النصيحة إلى نبيكم اللي يجلس ويدعو عمر يأكل حيسا مع عائشة فيمس إصبعه إصبعها. يا ريت هذه النصيحة إلى نبيكم الكيوت. يا سلام. إلى نبي، ريت هذه النصيحة إلى نبيكم الكيوت. أخوان حضروني أصلا. اللي عنده سؤال خليه يسأل بابا. هل أقرأ لكم الرواية؟ طبعا الرواية صحيحة، الراوي عائشة، المحدث الألباني، المصدر صحيح الأدب المفرد، رقم الحديث 408. خلاصة الحكم صحيح. تقول عائشة: كنت آكل مع النبي حيسا في قعب فمر عمر فدعاه. هسه أول ملاحظة، ما أدري يعني النبي قاعد بالشارع هو وعائشة ويأكلون، فمر عمر فدعاه النبي فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال: حس لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. الآن يقولون هذا الكيوت اللي يسوي هيك شيء وما عنده غيره، ونبيهم عندهم في صحاحهم يفعل هذا، يجلس بالشارع هو وزوجته ويأكل في الشارع ويدعو الناس، وعمر تمس إصبعه إصبع عائشة. لاحظوا، والحمد لله رب العالمين.